السلام عليكم. النهارده ان شاء الله باذن الله هنعمل كفته الدجاج. عملناها من نص كيلو من البانيه، خفيفه وجميله بصراحه ومقرمشه جدا جدا جدا، وطريه قوي 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 من جوه اهي، طريه قوي ومقرمشه من بره وخطيره وريحتها خطيره. عملناها يا دوبك يعني من مكونات موجودة عندك في البيت، واسهل بكتير من ان لو زهقتي من البانيه غيري واعملي بقى الكفتة دي. يعني كفاية بقى بانيه كده، زهقنا من البانيه، لازم نعمل حاجات جديدة بقى للولاد. وانا عن نفسي بفرزها واعمل للولاد منها سندوتشات الصبح وهم رايحين المدرسة، او تبقى عندك في الفريزر موجودة في اي وقت انت عايزة عشوة سريعة، او ضيف جالك فتبقى موجودة عندك على طول في البيت، جميلة وسهلة قوي قوي قوي. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. نبدأ بقى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندي هنا نص كيلو من صدور الدجاج، غسلتها كويس قوي ونقعتها وبعد كده نشفتها. بعد ما تغسليها تجيبي ورق مناديل مطبخ وتنشفيها من الميه عشان ما يبقاش فيها ميه زياده، عشان الكفته ما تفكش منك او يطلع فيها سوائل كتير. وعندي هنا بصلايه متوسطه وشويه بقدونس صغيرين. هنزل في الكبه بالبصلايه، هنزل بالبصل والبقدونس، هنزل بصدور الدجاج على البصلايه والبقدونس، هنزل بمعلقتين من الزيت عشان صدور الدجاج ما يبقاش فيها دسم، فمش عايزه الكفته تطلع ناشفه فبحط شويه زيت. هنزل بمعلقه كبيره من البقسماط، وهنزل بالتوابل. البقسماط عشان يخلي الكفته تمسك، والتوابل ملح وفلفل، بابريكا، توم باودر وبصل باودر، شويه صغيره كاري، شويه صغيره كزبره، وشويه صغيره سبع بهارات، وشويه صغيره قرفه. بصوا شويه صغيره من كل نوع من التوابل، حبه صغيره قوي عشان التوابل الكتير ما تضايقنيش وانا باكل، فاهمه؟ فشويه صغيره قوي من التوابل فهنزل بيهم. اهي فرمتها كويس جدا في الكبه اهي فرمتها كويس جدا في الكبه، فرمت كل المكونات، البصل الاول والبقدونس، وبعد كده نزلت بالدجاج، وبعد كده نزلت بالتوابل ونقطتين من الزيت ومعلقه واحده من البقسماط. هبدا بقى ايه هاخد نقطه زيت في ايدي كده واصبعها كلها باذن الله. اهو صبعتها كلها، هحطها بس في الفريزر 10 دقايق بالظبط. تمسك كده شويه علشان اعرف احطها في البيض والبقسماط. 10 دقايق، سبتها 10 دقايق في الفريزر اهي، مسكت نفسها شويه. وهجيب بقى عندي هنا البيض وحطيت عليه شويه ملح وفلفل وشعره كده من الكاري وشويه مستردة ومعلقتين لبن بالظبط. هخفق كويس قوي. وعندي هنا البقسماط، هضيف عليه التوابل بتاعته، اي توابل انت بتحبيها. لو مش عايزه تشتري توابل جاهزه انت ممكن تحطي توابل من عندك، يعني توم بصل وبصل باودر وتوم باودر وبابريكا وسبع بهارات بس، لكن انا بشتريها جاهزه عادي. هاخد الكفته هحطها في البيض كويس قوي، بعد كده في البقسماط. خلي بالك يبقى ايد مبلوله وايد ناشفه، زي ما تاخدي بالايد المبلوله وتقلبي الفراخ بالايد الناشفه. بس انا بس عشان ماسكه الموبايل مش عارفه اوريكم. عملتها كلها اهو في البيض والبقسماط، وهبدا اقلي بقى في زيت سخن. عندي هنا الزيت السخن، هبدا انزل بالكفته. خلي النار تبقى متوسطه مش عاليه قوي عشان الكفته ما تتحرقش من بره وتفضل نيه من جوه. اهي خدت لون ذهبي
اهو. حاولي ما تغمقيهاش عن كده عشان ما تتحرقش منك، يعني يا دوبك تاخد لون ذهبي تطلعيها. اللون اهو. نكمل بقى الكميه. كمان ممكن تفرزيها، يعني تاخديها كده من قبل ما تقليها وتشيليها في علبه. انا عن نفسي بعمل منها كميات واشيلها في الفريزر علشان عندي ولادي في المدارس، فبطلعها لهم الصبح واقليها على طول، احسن ما تشتري ستريبس واشتري حاجات من بره كلها حاجات ضاره ولحوم مصنعه. فاعملي الحاجه النظيفه في بيتك احسن لاولادك. وعلى فكره خطيره خطيره، وبتعمل معاكي كميه حلوه جدا، بترمي معاكي كميه كويسه جدا، وبتشرفك في العزومات قوي. واي حد هيدوقها في العزومات هتلاقيه على طول قال لك عاملاها ازاي، هتعجبهم جدا، احلى من البانيه بمليون مره. البانيه هتقعدي تتبلي وتنقعي وتعملي وينطر منك، لا بصراحه الكفته دي احلى من البانيه بمليون مره. اهي يا جماعه تحفه بصراحه تحفه. يعني قرري كده ان انت ايه ترحمي شويه، تبطلي بانيه وتعملي حاجه جديده كده لاولادك. جميله بصراحه، جميله وطريه قوي من جوه قوي، ومقرمشه من بره وطريه قوي من جوه. ان شاء الله تعجبكم باذن الله. ممكن تقدميها بقى مع مكرونه سباكيتي، بطاطس محمره، ممكن لوحدها كده من غير حاجه، والله هي هتبقى جميله والله. ما فيش مش لازم جنبها حاجه يعني. بس كده.